السلام عليكم. كلام كتير لما تسمعه تستغربوا وما تصدقوش، وممكن تحسوا إن كلام قاسي قوي، لكن تعدي الأيام وتثبتهولك، وتعدي السنين وتأكد لك عليه. صلى على النبي واسمع معايا الحكاية. عيلة بسيطة فقيرة جدا في المعمورة في الإسكندرية، عبارة عن 4 أولاد وأم أبوهم متوفي، ماجد وهاني ومحمود ومحمد. ماجد وهاني الكبار متجوزين، وكل واحد مأجر شقة وقاعد فيها، ومخلفين ومستقلين بحياتهم. محمود ومحمد لسه ما اتجوزوش، في العشرينات لسه، في بداية العشرينات، قاعدين مع أمهم، لكن عندهم مشكلة. محمد الصغير خالص كفيف يا عيني، ما بيشوفش. محمود اللي قبل منه اللي هو التالت نظره ضعيف، يعني بالنهار بيبقى تقريبا 60-70%، وبالليل بتبقى المشكلة الكبيرة، بيبقى نظره تقريبا 20%. والموضوع ده كان عامل لمحمود أزمة نفسية بحياته، دايما حاسس بالنقص، دايما حاسس إن هو أقل من غيره. محمود حاليا بيشتغل في محل خضار وفاكهة، وبيشقى وبيتعب، عايز يكون مستقبله ويعمل لنفسه قرش عشان يقدر يتجوز زيه زي اخواته، وبيصرف على والدته واخوه المعاق اللي هو الكفيف محمد الصغير. كان محمد تقريبا 22 سنة ومحمود 25 سنة. يحبوه جدا الجماعة اللي شغال عندهم اللي هم أصحاب محل الخضار والفاكهة، يحبوا محمود قوي ويقدروه، لأنه شغلتي، يعني بتاع شغل، وبيتعب وبيشتغل بضمير، بيشيل وبيحط وبيرص، ولسانه حلو ومؤدب ومحترم، وعمر ما جه منه شكوى سواء من صاحب مكان أو من زبون، فمحبوب وربنا كرمه. لحد ما في يوم يلفت انتباهه زبونة بتتكلم وبتضحك ولسانها حلو، اتأمل فيها، ولا بنوتة زي القمر، جميلة، وقع فيها من النظرة الأولى. بعد ما مشي يتسأل عليها، قالوا له دي صفاء بنت كذا كذا، من أهل المنطقة، معروفة وأهلها معروفين. تمام. يعدي يوم والتاني وتيجي تشتري صفاء، محمود ينتبه لها قوي، دخلت دماغه. يوم في التاني محمود هيموت على صفاء، لو عدى كام يوم ما تجيش يبقى زعلان قوي. سأل عليها، لقاها بنوتة في الدبلوم في آخر سنة، عندها 18 سنة، وناسها محترمين. راح على طول فاتح أمه، أما أنا عايز أخطب. هي ألف بركة يا ابني، هتخطب مين؟ هخطب كذا كذا بنت كذا كذا. طلعت عارفاهم، قالت له والله ناس كويسين ومحترمين ويا زين ما اخترت. يعني هتروح يا اما تفتحيهم؟ عينيا حاضر يا حبيبي. وامه اتشجعت ليه؟ لان هم ناس غلابه خالص، يعني مش هيطلبوا منهم حاجه، مستوى ده زي مستوى ده. فاتشجعت وتوكلت على الله. راحت طلبت ايد صفاء لمحمود. الاب والام ما عرضوش، قالوا بس ناخد راي صفاء. بيكلموا صفاء، جاي لك عريس. مين؟ محمود بتاع الخضار والفاكهه. قالت لهم محمود الأعمش؟ عيب يا بنتي، محمود الأعمش إيه؟ قالت له يابا ده نظره ضعيف. نظره ضعيف إيه يا بنتي؟ ما هو شايف أهو مية مية، يمكن بس بالليل هو اللي بيبقى نظره ضعيف شوية، إنما هو كويس. لأ ومش لأ، رفضت البنت. أبوها قال لها ما فيش رأي غير رأيي، هتتجوزيه، محمود كويس وبتاع شغل، وسألت عليه كله شكر فيه. المهم من هنا لهنا وافقت البنت، وخلاص اللي تشوفه يابا. ومحمود راح أجر شقة. أجر شقة فين؟ أجر شقة في البيت اللي ساكن فيه أخوه هاني. هاني ده اللي تحت الكبير، قاعد في بيت في الدور الخامس، في فوق منه سطوح. السطوح ده فيه شقة صغيرة كده، عبارة عن أوضة وصالة ومطبخ وحمام، والسطوح قدامها مفتوح وحواليها سور كبير. فراح أجر الدور السادس اللي هو السطوح فوق أخوه هاني، وتمموا الفرح والجوازة ولموا الليلة، واتجوز ودخل. وتعدي الأيام، ومحمود شايل صفاء على كفوف الراحة، اللي هي عايزاه بيعمله لها، حاسس إن هو ماسك نجم من السما. أخد البنت اللي بيحبها، اللي كان هيموت عليها، ودايب في دباديبها زي ما بيقولوا. فإيه بعد كده؟ وبيجتهد وبيشتغل عشان يوفر لها كل حاجة.
بعد أول سنة ربنا يكرمهم ويخلّفوا ويجيبوا بنت يسموها مريم، وتعدّي سنة والسنة اللي بعدها تجيب ولد ويسموه عمر، بقى عندها مريم وعمر. لكن بدأت المصاريف تكتر على محمود والوضع يزيد صعوبة وأعباء الحياة تزيد، فاضطر إن هو يطبّق في الشغل. يعني بدل ما كان بيروح الشغل الساعة 07:00 وييجي الساعة 16:00 لأ بقى يطوّل ياخد شيفت زيادة، يرجع مثلًا على الساعة 21:00 10:00 بدأ ييجي على نَفْسه وعلى وضعه الصحّي عشان خاطر يوفّر القرش، وكانت حياته ماشية ومُعتمد على مراته صفاء بالذات في الليل، اللي هو لمّا يروّح بيته مُعتمد على إن هي دايمًا جنبه، بتشوف له هدومه، بتجيب له أكله، بتدّي له شوية المَيّة في إيده يشربهم، عارفين بقى نظره بالليل ضعيف، فعايز دايمًا اللي واقف جنبه وبيساعده، فكانت صفاء قايمة بالدور ده، فهو كان مُعتمد عليها وحاسس إن هي سَنَده، ويعدّي كمان سنتين وتجيب المولود التالت ولد ويسموه محمد. بعد محمد بدأت الدنيا تختلف شوية، يعني بدأت صفاء تحس إن هي عندها ضجر من الحياة، عندها ملل، بدأت إلى حدٍ ما كده تبيّن له أو توضّح له، يعني يا عم أنا واخداك أعمى، أنا صابرة عليك، شُفت كده أمّا واحدة سِت تحسّس واحد إن هو قليل، هي بدأت الإحساس ده تحسّسه له، إن أنت مُعتمد عليّا في حياتك، إن أنت ما لكش لازمة من غيري، إن ده أنا كويس إن أنا وافقت عليك وكويس إن أنا عايشة معاك، الكلام دوًّا اللي هو يعني عارفين أنتم الإحساس دوًّا، هو من جوّاه مكسور وبيحاول يعمل لها اللي هي عايزاه وشايلها على كفوف الراحة. في الوقت دوًّا اتوفّت أمه الله يرحمها، جِه محمد أخوه اللي هو الكفيف ده قعد معاهم، مش مع محمود لأ، قعد مع أخوه هاني اللي هو اللي قاعد تحت منّه، فأصبحوا كلّهم في بيت واحد. بعد ما الأم اتوفّت بدأ أخوه الكبير اللي هو أصلًا ما كانش بيزوره خالص، أخوه الكبير اللي اسمه ماجد، بدأ يروح لهم البيت ويزورهم عشان يشوف أخوه محمد الكفيف اللي هو قاعد مع أخوه هاني، اللي هو بدأ يدخل حياتهم وزيارته تكتر ليهم. وتعدّي كمان سَنة وصفاء تجيب المولود الرابع بنت ويسموها أمل. بسم الله ما شاء الله محمود دلوقتي بقى عنده مريم وعمر ومحمد وأمل. لكن بعد ولادة أمل الصغيرة دي الدنيا تتغيّر خالص. إزاي؟ بدأت صفاء تقول لمحمود: "الأوضة صغيرة علينا، اطلع نام برّه في الصالة، النَفَس مش قادرة أتنفّس." هم طبعًا البيت أوضة واحدة فيها سرير كبير، إحنا زي ما قُلنا الشقة أوضة، بس أوضة كبيرة والسرير كبير، أوضة بصالة بمطبخ بحمّام، الأوضة ضاقت علينا، إحنا هننام 6 في الأوضة، أنا وأنت والعيال، اطلع برّه هوّينا يا أخي، النَفَس. خلاص يا بنت الحلال أنا مش هانام على السرير، نامي أنتِ وعيالِك أنا هانام على الأرض. لأ ولا تنام على الأرض، اطلع نام برّه في الصالة. ماشي. سمع الكلام محمود وبدأ يطلع ينام برّه في الصالة على الكنبة مع نَفْسه، وتعدّي الأيام وصفاء ما بقتش زي الأول مع محمود، هي أصلًا من فترة وهي مش قد كده مع محمود، لكن كان معدّيها وساكت وصابر، قال لك عشان خاطر العيال، لكن المعاملة زادت وحاشة وزادت سوء وما عادش في اهتمام خالص، يعني بقى ييجي بالليل من الشغل هو بقى اللي يساعد نَفْسه، يطبّش بإيده كده يجيب لنَفْسه الهدوم، يحضّر لنَفْسه اللقمة، بنته الصغيّرة مريم بدأ أبوها يصعب عليها، كانت هي دلوقتي حاليًا مثلًا وصلت 6 سنين، بدأت تساعده، "أجيب لك الأكل يا بابا." أجيب لك هدوم إيه يا بابا؟ البنت الصغيرة، والتانية مراته قاعدة ولا كإنه موجود ولا كإنه جه، ما عادش بتعمل له حاجة ومش مهتمية بيه خالص، وهو ساكت، قال يالّا يا ابني عدّي أيامك. جه في يوم لمّا جه من الشغل قاعد مع عياله في الصالة، فبنته مريم بتقول له: "يا بابا عمو ماجد جالنا النهارده وجاب لنا شوكولاتة." جه: "هو فين يا ولاد؟" مريم قالت له: "ما هو جه ومشي يا بابا."
جه ومشي، جه وأنا مش موجود. آه. طب وما استنانيش ليه؟ يا صفاء هو ماجد أخويا جه النهارده هنا؟ قالت له آه، جه ومشي على طول كده، سلِّم كده من على الباب، ادّى العيال شوكولاتة ومشي. ماشي. عدّى يوم و2 والّا لقى مريم بتقول له: "يا بابا مش عمو ماجد كان هنا النهارده؟" قال لها: "عمِّك كان هنا؟" قالت له: "آه." "ومشي إمتى والّا راح فين؟" قالت له: "ده هو مشي على طول قبل ما أنت تيجي." قالها: "وما استنانيش ليه؟" قالت له: "ما هو دخل الأوضة ريّح شوية، قال لي أصل أنا عندي صداع، ريّح شوية كده وبعد كده خَد بعضه ومشي." قال لها: "دخل الأوضة؟ دخل الأوضة فين؟" "دخل أوضة النوم هنا، أصل هو كان تعبان." "إزاي يا بنتي؟" "يا صفاء، إيه يا محمود، ماجد أخويا جه ودخل أوضة النوم النهارده عندي." قالت له: "لا يا أخويا ما حصلش الكلام ده." "مين اللي قال الكلام ده؟" "ما البت مريم بتقول أهي." "لأ، ما حصلش الكلام ده، وبعدين أنت هتاخد على كلام البت الصغيرة دي، ده مش عارفة حاجة. عمِّك جه هنا يا بت النهارده؟" وبتزعق للبت وبتبرق لها. البت خافت وقالت مش عارفة. قالت له: "شوف أهي ما جاش، وبعدين أنت بقيت أعمى ومخّك صغير كمان." قال لها، وقام جاية مزعقة له شوية وقايمة فيهم وماسكة البت مريم ضرباها. لا حول ولا قوة إلا بالله. محمود الأفكار تودّي وتجيب في دماغه. هي البت كلامها صح والّا المَرّة هي اللي كلامها صح والّا مين اللي صح؟ المهم تعدّي الأيام وأسبوع والتاني وراجع محمود من شغله، ياخد دُش وياكل لقمة ويقعد جنب عياله، قاعدين بيتفرّجوا على الكرتون. هو طبعًا قاعد جنبهم يا عيني مش شايف، بس قاعد بقى إيه، بيتونس هو وعياله وبيضحك معاهم وبتاع، كفاية إن هو قاعد معاهم. شوية ويحس بصداع جامد جدًا ودماغه هتتفلق من الصداع. قال أنا بقى لي كام يوم بييجي لي الصداع ده، يكونش من النومة اللي أنا بانامها على الكنبة الناشفة اللي برّه دي، أقوم يا عم أريّح شوية أنام على السرير. وهو بقى له فترة ما بيخشش الأوضة دي خالص، الأوضة بتاعتهم أوضة النوم دي ما بيخشهاش نهائي. دخل قال يا عم أمّا أريّح على المرتبة الطرية دي شوية. دخل الأوضة وراح عند السرير بيحاسس بإيده كده، والّا حَس إن في حاجة على السرير. إيه ده؟ مين اللي هنا يا ولاد؟ هو مش شايف. مراته دخلت جري قالت له: "ده مريم، ده مريم هي اللي في السرير." لها مريم؟ مريم يا بنتي قاعدة برّه قدّام التلفزيون وهي بتتفرّج على الكرتون هي وعمر. قالت له: "ده هتبقى المخدة، أنت مسكت المخدة." مخدة؟ ويحط إيده تاني، والّا يحس إن ده حد بيلِم في نَفْسه وبيشِد في نَفْسه. هو يشِد البطانية والتاني عمّال بيشِد، ده يشِد وده يشِد، وفجأة تلاقي إيد بتتمد ليه ماسكة في رقبته. التاني اتخض وما بقاش عارف إيه دوًّا ولا يعمل إيه. "مين، مين؟" اللي طلع عليه مين. التاني طلع بيجري اللي ماسكه من رقبته، وده قام جاي ماسك فيه. "أنت مين، أنت مين؟" وهو مش شايفه. التاني عمّال بيداري في نَفْسه ونور الأوضة مطفي، وده عمّال بيسحب نَفْسه وده يشِد فيه، ومحمود مش شايف مين اللي قدّامه. "أنت مين، أنت مين؟" وجسمه عمّال يترعش. موقف صعب، لحد ما طلع برّه في الصالة. "أنت مين؟" ويزعّق. "يا هاني، يا هاني." بينده على أخوه هاني اللي تحت يلحقه. والتاني قال له: "بس، ما تفضحناش، أنا أخوك ماجد، أنا أخوك ماجد، اسكت." ماجد؟ كان أخوه هاني بالفعل طلع، شاف ده ماسك في ده واقفين قصاد بعض. "إيه في إيه؟ في إيه يا محمود؟ أنت بتنده وبتصرخ ليه؟ في إيه يا ماجد؟ في إيه أنتم الاتنين؟ أنتم ماسكين في بعض والّا إيه؟" ماجد قال له: "لا، ما فيش أي حاجة، ما فيش أي حاجة. أخوك ده باين اتهبل. ده ماجد هو اللي بيقول على محمود، ماجد له عين يتكلم، بيقول له أخوك ده باين اتهبل." "ليه، إيه اللي حصل؟" قال له: "ما فيش، دخلت عليهم وهُم قاعدين، السلام عليكم." رَد عليَّ السلام وبعد كده قعدت شوية، فقُلت له: "أنا حاسس إن أنا تعبان، أنا هاريّح هنا على الكنبة شوية." ده ماجد بيقول لمحمود، "أنا هاريّح هنا على الكنبة شوية." فمحمود قال لي: "قوم خُش جوّه، ريّح على السرير جوّه." بعد ما دخلت جوّه، جاي جاري ورايا ماسك فيّا. "هو إيه شغل الهبل ده؟" ده طبعًا كلام ماجد. "مش كده يا بنتي، مش كده يا صفاء، مش كده يا أم مريم؟" قالت له: "أيوه، الكلام ده حصل، هو ده اللي حصل بالضبط." قام هاني بيقول لأخوه محمود: "إيه يا محمود، في إيه؟"
يعني أنت بتقول لأخوك قوم خُش رايح جوّه في الأوضة وبعد كده داخل تمسك فيه؟ محمود بلِّم شوية كده وسكت ودماغه عملت error. إيه ده؟ أنا قُلت له خُش جوّه، أنا قُلت له أنا شُفته، هو دخل، هو قال سلام عليكم، هو تعبان، هو مين اللي قال لمين، هو مين راح فين، اتلخبط، مش عارف يقول إيه والّا يعمل إيه، هو مين اللي صح؟ هو أنا اللي صح والّا هم اللي صح والّا إيه اللي حصل والّا إيه الموقف اللي أنا فيه ده بالضبط؟ قال له: "مش عارف، مش عارف." ماجد أخويا قام جاي واخد بعضه وماشي، قال له: "يا عم أنا ما عُدتش داخل لك خالص، هاقول لك على حاجة أنت لا أخويا ولا أعرفك." وسابه ومشي، زعلان، ماجد زعلان. هاني طَب استهدوا بالله، اهدى، اهدى يا ماجد، اهدى يا محمود، لا، 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 ولا عايز أعرفها، سلام عليكم. وماجد خد بعضه ومشي. التانية مراته: "أنت كده بتشكّك الناس فينا، أنت جاي تمسك في أخوك وتزعّق بعد ما تقول له خُش الأوضة وكإني أنا غلطانة، أنا مش قاعدة لك فيها." وقام جاي لَم هدومها وخدت العيال ومشي. قعد محمود مع نَفْسه في البيت، هو أنا باحلم والّا الكلام ده حقيقي؟ هو أنا اللي غلطان والّا الناس دي اللي غلطانة؟ وافتكر كلام بنته إن عمي بييجي وأنت مش موجود، قالتها له كذا مرّة، وافتكر مواقف قبل كده أمّا كان بينزل مشوار هو ومراته وكانوا بيعدّوا على القهوة اللي شغال فيها أخوه ماجد، كانت أحيانًا بتُقف وتتلفت، فجأة تُقف، يقول لها: "في إيه أنتِ وقفتِ ليه، في حاجة والّا إيه؟" "لا، لا، لا، لأ، ما فيش حاجة." يفتكر إن هي كانت بتبُص على القهوة اللي شغال فيها أخوه ماجد، ويدور في دماغه إن هي ممكن تكون كانت بتبُص له، بتلمّح له، بيتفقوا، كل الأفكار دارت في دماغه. طبعًا لو أي حد مكانه المفروض يطلّق على طول، دي ما لهاش عيشة معاه، دي مؤذية، ولو أنت بتفكّر إن أنا لأ أسيبها عشان خاطر العيال، لا يا حبيبي، دي تأذي لك عيالك وتأذيك، ما ينفعش. المهم محمود غلّط نَفْسه وقال لأ ده هم الصح وأنا الغلط، وقال يالّا مشّي الدنيا عشان خاطر عيالي وعشان خاطر ظروفي، وأنا راجل نظري ضعيف ومين هيرضى بيّا ومين هيرضى بعيالي، وكفاية إن هي قبلت بيك من الأول، وفضل يكسر في نَفْسه أكتر، لأ ده هي كويس إنها رضيت بيك، استحمل يا ابني وعيش. يوم في التاني وراح لها محمود عند أهلها يصالحها، تعالي يا بنتي ارجعي بيتِك واغزي الشيطان، أنا آسف، أنا غلطان لِك، حقِّك عليّا، مش تسكت بقى وتغزى، لأ، أنت بتطعن فيّا وفي شرفي، يا أعمى البصر والبصيرة، ياللي وياللي، يا حقير، وتشتم فيه. محمود يقول ماشي، عشان خاطر العيال، ماشي، لها حق برضه، إزاي برضه أشُك فيها والّا أشُك في أخويا، أنا اللي غلطان، ويغلّط في نَفْسه، غلبان محمود، ما رضيتش تيجي معاه، راح روّح. أسبوع في التاني وراح لها تاني، يا بنت الحلال أنا آسف، يا بنت الحلال أبوس إيدِك ارجعي معايا. محمود شاريها وبيحبها وهي تغلط فيه وتزيد في الغلط، في الأول وفي الآخر أهلها قالوا لها كده يا بنتي غلط، جوزِك شريكي وبيحبِك وعشان خاطر عيالِك وعادي بقى كلنا بنغلط وسامحيه. شُفتوا الكلام، كلنا بنغلط وسامحيه، يعني محمود هو اللي غلطان يعني. المهم رجعت معاه البيت، خدت عيالها ورجعت البيت، محمود يراضي فيها ويحننها ويقيد صوابعه ال10 شمع وهي مش راضية عنه، برضه بعد ما رجعت معاه البيت، يا بنت الحلال يهديكِ يرضيكِ، ما فيش، يوم والتاني عاصية عليه، كإنهم أعداء في قلب البيت، ومحمود مكسور وغلبان وعايز يراضيها، بعد كام يوم عايز ياخد حقه الشرعي منها مراته، أبدًا مش موافقة، يا بنت الحلال يهديكِ يرضيكِ، لأ تلمسنيش، ما تجيش جنبي، قامت في دماغ محمود، والله لازم آخد حقي منِّك، ودخل عليها بيقلعها هدومها بالعافية، وبيشد يشد، ديًا صرخت واوعى وما تقربليش، ما تجيش جنبي، ودخلت جارية على المطبخ جابت السكينة، والله هاموّت نفسي، والله هاموّتك، ودخلت في حالة صريخ وهستيريا وزعيق، قال لها بس، بس، خلاص، اهدي، اهدي، ولا كأن في أي حاجة،
ولا كإني قُلت لِك أي حاجة، وأنا مش عايز منِّك أي حاجة. هدا خالص محمود وبدأ يكلمها بالراحة ويهدّي فيها. أنا يا بنت الحلال مش عايز منِّك أي حاجة، عايزِك تعيشي بس وتربّي عيالِك، تأكّليهم، تشرّبيهم، وتاخدي بالِك منهم، أنا ولا كإني موجود خالص. وهديت، هديت، ودخل عليها محمود بالراحة واحدة، واحدة. استعيذي يا بنتي من الشيطان، وهاتي السكينة اللي في إيدِك دي، ومَد إيده سحب منها السكينة بالراحة، خد السكينة ورفع إيده وقام جاي طاعنها في بطنها، وقام جاي ساحبها وقام جاي طاعنها في صدرها. كمان طعن، كمان طعن، كمان طعن، 5 طعنات. نزلت سايحة بدمها وماتت في الحال. ونزل محمود جري في حالة هستيرية، حافي يجري في الشارع ويزعق: هي اللي خلتني أعمل كده، هي السبب، هي السبب، هي اللي خلتني أموتها، أنا كنت باحبها. لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعًا هيروح فين وييجي منين؟ هو أصلًا نظره ضعيف، اتمسك على طول، وهو كده، كده مُعترف، قال أنا موّتاه. لا إله إلا الله. يعني أنت يا محمود لو كنت طلّقتها من الأول، كنت نجدت نَفْسك ونجدتها ونجدت عيالك. أنت سِبتها عشان إيه؟ تربّي العيال، وده كان مُبرِّرك. تطوّرت الأمور لحد ما هي فقدت حياتها، وأنت تقريبًا برضه فقدت حياتك، وعيالك فقدوا مستقبلهم بسبب قرار غلط. أنا هاسيب واحدة خاينة إزاي تربّي عيالي؟ ما ينفعش. فهو معلش أنا لو هاغلّط حد في الموضوع ده أو في الحكاية دي، هاغلّط أول واحد محمود. طبعًا الاتنين التانيين غلطانين. يعني ماجد اللي خان الأخوة وخان صِلة الرحم خاين، اللي خانت جوزها وبصّت لأخوه خاينة، لكن عمرهم ما يكون غلطهم أكبر من غلط محمود. ليه؟ لإن محمود هو اللي سمح من الأول إن أخوه يخُش عنده البيت وهو مش موجود، وإن أصلًا أخوه يخُش عنده البيت حتى وهو موجود ويقعد كتير معاهم ومراته تكون قاعدة وياخدوا ويدّوا مع بعض في الكلام. أنت سمحت بالمصيبة دي ليه من الأول؟ والرسول عليه الصلاة والسلام حذّرنا من الموضوع ده. كان قاعد مرّة مع أصحابه فقال لهم: إياكم والدخول على النساء. فكان في راجل من الأنصار قاعد، فقال له: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال له: الحمو الموت. الحديث ده اتروى في الصحيحين البخاري ومسلم. يعني إيه الكلام دوًّا؟ الحمو في اللغة اللي هم قرايب الزوج، زي أخوه وابن أخوه وابن عمه وابن خالته، دول ما ينفعش يخشوا على مراتك. يعني لا أخوك ولا ابن عمك ولا ابن خالتك ولا ابن أختك ما ينفعش يخشوا على مراتك و ويقعدوا يتكلموا معاها كتير وياخدوا عليها في الكلام ويروحوا البيت وأنت مش موجود، ما ينفعش. بيبقى هم اللي أنت مستأمنهم دول بيبقوا هم أخطر من الغريب. طب ليه هم أخطر من الغريب؟ أقول لك ليه. لإن دخولهم مش هيبقى مستنكر من الناس. يعني إزاي؟ يعني لو جه مثلًا أخوك ودخل البيت عندك في عدم وجودك، اللي هيشوفه وعارفه هيقول لك ده أخوه، داخل بيت أخوه، فعادي مش هيحط في دماغه، مش هيعلّق. إنما لو شاف واحد غريب داخل هيقول له: تعالَ أنت رايح فين وجاي منين وأنت مين؟ وأصلًا الغريب هيخاف يخش. فمين اللي بيخش وهو قلبه متطمن وقلبه جامد؟ الحَمْو، اللي هو القريب، اللي هو الأخ وابن الأخ وابن الأخت. فعلًا صدق ديننا وصدق رسولنا، ولازم نصدّق ونآمن بالأحاديث وبالقرآن اللي من 1400 سنة، وهو ده الدستور اللي لازم نمشي عليه. المثل بيقول لك: المؤمن الكيّس هو الذي يصدّق الوحي قبل أن تضطره التجارب لتصديق الواقع. يعني صدّق كلام ربنا وصدّق كلام النبي وامشي عليهم مضبوط قبل ما تضطرك الأحداث واللي هتشوفه في حياتك إن أنت تصدّقهم من تجاربك على أرض الواقع.
ربنا يسترها علينا وعلى بيوتنا وعلى أزواجنا وعلى عيالنا، ويخلّيهم لينا وما نشوفش أي حاجة وحشة فيهم. ودي كانت نهاية حكايتنا، والسلام عليكم ورحمة الله.